تتمنى للشعب الكردي يصير عنده دولة؟ بي والله تجي شو والله عربة تركا مطلوب من كل جميع العالم ضامنينهم الأكراد. ليش طيب؟ ما بدهم دولة، خايفين منهم. Kürdistan devleti olunca sen karşı mısınız yoksa destekliyor musunuz? السلام عليكم اصدقائي، معكم عزة ورجعنا لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو كثير حماسي وكثير قوي. اكيد الكل بيعرف هذا العلم. اليوم الحلقة كمان عن كردستان، لكن السؤال اليوم رح نسأل الناس مين مع قيام دولة كردستان الكبرى ومين ضد. طبعا بشكل عام رح نسأل العرب اكثر شيء لنشوف شو بيطلع بوشنا. والله معنا هون التقينا بالشاب عامر. تحيات اخوي عامر. حياك الله. شو اخبارك؟ تمام. من وين حضرتك عمي عامر؟ فلسطين. من فلسطين. تحياتي لفلسطين الغالية. اخوي عامر انت عربي؟ نعم. ايوه. رح فرجيك علم هلا، وبدي اياك تقول لي علم اي دولة هذا. نعم. علم الأكراد معروف. تعرفه يعني؟ ولو؟ ايوه. ايش رايك انت بالاكراد بالشعب الكردي؟ جماعتي حشت بحبهم أنا. بالله حبايبي الأكراد. من قلبك؟ ولا شو؟ عندك اصدقاء اكراد؟ ولا يا زلمة كل أصحابي أكراد أنا أصلا. أنا مخلص مع الأكراد. هم مخلصين معي. ما شاء الله. صلاح الدين الأيوبي كردي، مالك أنت؟ فتح الأقصى. وين رايح أنت؟ يعني برايك الشعب الكردي شعب كويس؟ شعب رائع. والله شعب دغري هيك زي السيف. ما عنده لا ما عنده لف ودور، دغري زي السيف. ايوه. كل اصحابك راض انا. انت كعربي تتمنى لهم الشعب الكردي يصير عندهم دوله؟ اليوم قبل بكره. والله ولا بتمنى اليوم قبل بكره يصير دوله لهم. حقهم زي ما احنا محتلين وبلا وطن، هم نفسنا بلا وطن ما حدا بيعترف فيهم، ولهم الحق يصير دوله لهم. برايك ان شاء الله راح يصير عندهم دوله؟ ان شاء الله. ليش لا؟ ان شاء الله. احنا في سنه 2020 كل شيء بتغير، تطورات جديده بتصير عادي، كل شيء جديد بصير. برايك طيب انت كعربي الشعب الكردي مظلوم؟ طبيعي مظلوم زينا. من اي دول مظلوم تعرف؟ مظلوم من كل جميع العالم ضامنينهم الأكراد. ليش طيب؟ ما بدهم دولة، خايفين منهم. او ببد زوري تعدى خلق كردستان بجد اما ميدان بلاقو تجربه. والله انه شعب مسالم، شعب بحب الحياة، شعب آدمي دغري، بحبش يحكي على فلان يدق فلان، وجماعة مضيوفين بكسروش مع حدا وبيستقبلوا أي واحد. أنا وجهة نظري، أنا بحكي وجهة نظري. أنا لو سألت أي واحد فلسطين كله كردي، مع إنه ما بيعرف شو بيعرف أكراد، بيعرف إن فلسطين معروف، صلاح الدين الأيوبي معروف عندنا بفلسطين، تاريخ مو هذا. صحيح. إنه فتح الأقصى وهو كردي. طبعا. هذا شرف لنا، شرف عظيم، وكل العالم يسأل فلسطين كردستان حق دولة بقول لك نعم، نحن حاسين فيهم. الأراك سالما منعما وغانما مكرما، احنا حاسين فيهم نفس الوجع. واكيد كل العرب بتمنوا، يعني تاخذنيش بالكلمه، يعني اكراد بسوريا واكراد في العراق منان يعني، وعايشين اهل واخوه، ما في تفرقه وهذا كردي وهذا كلهم اهل. ايوه. فهمت علي؟ عادي فيش مشكله، يعني كل بتمنى يصير لهم دوله، وانا اول واحد وبشد ايديهم ان شاء الله اليوم قبل بكره اصحى الصبح على كلمه عندهم دوله ان شاء الله يا ربي. نتمنى. مشكور كثير اخوي عامر، تحياتي لك. طبعا رسالتك رح تصل الله ان شاء الله. سلمني على الاكراد كلهم، عم احلى اكراد جماعه. بتعرف شي كلمات كرديه؟ ايه بتعرف كلمات؟ هري وري هربجي يا شو بحكي شوي كون ماشي كاكا يا تحياتي لك. مشكور كثير عامر. ربي يسعدك، وان شاء الله هيك دوله الله يهدي البال. فلسطين ان شاء الله هيك تتحرر وتصير. ستبقى قبلتنا الأولى والأقصى المبارك حولنا إن شاء الله. وكردستان كمان إن شاء الله يا رب يا رب. إن شاء الله الله يهدي كل الدول العربية يا رب. تصلح الحال إن شاء الله. بتمنى مش بس الأكراد، كل الدول العربية ترجع بلادهم تتوحد ويصير زي زمان أهل، ما حدا يفرقهم. نتمنى من الله. الله كريم حبيبي إن شاء الله. مشكور كثير اخوي. بشوفك ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي بعيوني. السلام عليكم اخوي. اهلا وسهلا. عربي؟ ايه عربي. تحياتي لك. اهلا وسهلا بك. من وين حضرتك؟ من العراق. من العراق. تحياتي. انت عربي ها؟ ايه عربي. الله على راسي اخوي. بدنا عم صور فيديو على اليوتيوب، اذا ما عندك مشكله عم نسال هيك اسئله. عادي ما مشكله. اخوي هلا بدي افرجيك علم بدي اياك تقول لي علم اي دوله هذا. اوكي. تعرف هذا العلم؟ يعرف كردستان. علم دوله كردستان. ايش تعرف عن الاكراد؟ ايش تعرف عن العلم؟ والله اعرف علم كردستان يعني. ايه. ايش رايك بالشعب الكردي انت كعربي؟
والله الشعب الكردي متميز متميز بشو متميز برايك؟ بالاخلاق. ايوه. برايك شعب مظلوم هو؟ لا، هو كل واحد يحلم يصير عنده وطن. ايوه. والكردي لازم يصير عنده وطن. ايوه، يعني برايك انه مظلوم هو من بعض الحكومات؟ من بعض الحكومات نعم. ايوه. انت اخوي بالسؤال الاخير طبعا، انت هلا كعربي تتمنى للشعب الكردي يصير عنده دوله؟ ليش ما اتمنى؟ تتمنى؟ ايوه، من قلبك هالشيء؟ لا صحيح، ليش والله انا اصدقائي كلهم كراد ترى. ايوه، يعني تتمنى انهم يصير عندهم دوله ليش لا بالعكس. ايوه، يصير عندهم دوله وعلم يفتخرون به ان شاء الله. مشكور كثير اخوي ماهر. اهلا بك. تحياتي لك، ورايك كان كثير يهمنا. اصدقائي هون انتهينا السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. من وين حضرتك؟ انا من العراق من بغداد. يا سيدي اهلا وسهلا. شو اسم حضرتك؟ على راسي والله. انا غزوان. يا سيدي اهلا وسهلا. غزوان اليوم في عندنا تجربه اجتماعيه على اليوتيوب، في عندك مشكله تصورنا على اليوتيوب؟ ما في مشكله. طيب في عندنا هون هذا العلم، اذا شايف هذا العلم انت قبل المره بتعرف لمين هذا العلم؟ شايفه اكيد من اخواننا الكراد. بالضبط. اليوم عم نعمل تجربه اجتماعيه عنهم، شو رايك بالاكراد؟ عندك اصدقاء اكراد؟ اي اكيد عندي اصدقاء اكراد. كيف علاقتك معهم؟ والله طيبه، هنا أنا حاليا وقبل بغداد عندي كثير اصدقاء، يعني تربينا سوا. شعبي بوطنه بيعيش، واحنا الوطن عايش فينا ونخلقنا وراه. يعني كان في مثلا تمييز عنصري مثلا بين العرب والاكراد؟ عندنا بصراحه ما في ابدا. لا. طيب برايك انه الاكراد مظلومين؟ انا ما بعرف عندكم بالعراق كيف مثلا، او مثلا بغير دول مثلا انه يكون عندهم هويه، انه يكون عندهم حقوقهم الكامله مثل العراقي. عندهم هويه بكل شيء. بالعراق كلها نفس الشيء. بالعراق عنده هويه وعنده كل شيء، عنده مثل حال هو عراقي، يعني شنو حالي. احنا مثل عندنا بسوريا مثلا ما في عندهم هويات مثلا. هاي الشغله تختلف. انا احكي لك على الكراد اللي معاشرهم اللي بالعراق، حقوقهم موجوده وحالهم حال اي مواطن. بالضبط. نعم. طيب نحن اليوم سؤالنا هو الاساسي، هو اخر سؤال راح يكون. اوكي. هل انت مع قيام دوله كردستان او ضد؟ هم من حقهم يحلمون يكونون دوله، بس العراق انا حابه كخريطه العراق يبقى نفسه، خلي يكونون بغير مكان دوله. انت ما ضد قيام دوله كردستان؟ مو بال100% ضدهم، انا ما عندي شيء، لا من حقهم يسوون، بس انه العراق يبقى عراق. انا وطني واحبه هيك. هل عندكم انتم بالعراق يعني موجود عندكم يعني نقول اقليم كردستان موجود؟ اول انت ما شفتوا طلع معنا كم شاب عربي، والله هون معنا شاب تركي من تركيا، هو هون عايش بألمانيا، وراح نسأله عن اخوتنا الأكراد وعن دولة كردستان. أبي مرحبا. اسمي neydi? Oğuz. معنا أخونا Oğuz. Abi dediğim gibi biz bugün arkadaşımız Kürtleri bahsedecek. Kürtler arkadaşın var mı? Evet var. Birçok Türkiye'de Kürt arkadaşım var. Nasıldı? Çok tabii ki de hiçbir sorun yok. Türkler ve Kürtler çok uzun yıllar kardeşi o coğrafyada yaşamıştır zaten. Abi bugün Kürdistan devleti olunca sen karşı mısınız yoksa destekliyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim onu da, her milletin tabii ki kendi kaderini tayin etme hakkı vardır ve bizim kanıksadığımız bir gerçek vardır, o da ülkenin bölünmez bütünlüğüdür. Yani ülke tamamen böyle öğretilir, yani bölünmez bir bütündür. İkiye ayrılırsan veya daha farklı şekilde bu demek yıkımın olur. O yüzden Türkiye sınırları içerisinde bir Kürt devletine yani hiçbir Türk pek sıcak bakmaz, kabul etmez. Türkiye'nin dışında kabul ediyor musun? Türkiye'nin dışında normalde kimsenin itiraz benim fikrime göre etmemesi lazım. Çünkü zaten senin sınırların dışında, yani o seni bir anlamda ilgilendirmez. Senin sınırlarının içerisi ilgilendirir. Kürtler mazlum mu bu dünyada? Evet, Kürtler mazlum. Türkiye'de de şu an siyasiler de bence ciddi sıkıntı yaşıyor. Mesela bize Suriye'de kimlik yok. Eskiden kimlik yok. Bir de Kürtçe konuşmak yasak. Doğru diyorsun. En azından Türkiye'de evet her Kürt insanı da bir Türk vatandaşı oluyordu. Yani tabii ki kimlik olur, hakları olur. Aynen. O anlamda bilmiyordum ben. Suriye'nin kuzeyinde veya Irak'ın kuzeyinde böyle davrandığını Kürtler açıkçası bilmiyordum. Yani evet o anlamda Kürt insanı da biraz sıkıntı açıkçası yaşadı. Ahmet Kaya tanıyor musun? Tabii tanıyorum. Seviyor musun Ahmet Kaya? Tabii severim. Şarkılarını da bilirim. Türkiye'de de aslında çok
popülerdir. Ha. Çünkü sesi çok güzeldir. Şarkıları çok güzeldir. Abi çok memnun oldum. Ben çok de. teşekkür ettim. Allah razı olsun Ben de sağ konuşmak olun. için. Sizden de. İnşallah dediğim gibi YouTube'a bağlayacak. Tamam. Sıkıntı yok değil mi? Yok yok.